اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الهنا وصباح السعاد. عندنا هنا حاجه لازم تعمليها قبل ما تسافري او تروحي تصيفي او قبل الدروس ما تبدا وكلام من ده. وطبعا احنا في اجازه والدروس بتبدا في الاجازه. لايك وشير وسبسكرايب للقناه ويلا نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه عندي 2 كيلو من الدقيق، عندي خميره، عندي لبن رايب، عندي رشه ملح او ربع معلقه من الملح او نص صغيره، وفانيليا، وكمان معلقه بيكنج باودر. وطبعا زي ما انت شايفه البيكنج باودر والخميره اخدت منهم شويه ولسه في الكيس. فهعمل ايه؟ لو انت بتستعملي اكياس زي مش علب او براطيم، عندي شويه سكر هنا، هتجيبي مشبك عادي خالص وتلفيهم مرتين وتقومي جايه شبكاه بيها، تحطي بقى في التلاجة او في العلبه بتاعته، عمره ما يقع منك ولا يتبحتر ولا اي حاجه. عندي الخميره حطيتها على السكر واللبن الرايب او اللبن الحليب، بس اللي عندي ده رايب. عندي هنا على الاتنين كيلو من الدقيق عندي كوبايه كبيره من السمنه وكوبايه كبيره من الزيت. لو عايزه تحطي سمنه بس حطي، مفيش اي مشاكل. انا بحط الاتنين علشان يبقى مقرمش ويدي لون بالزيت ويبقى طعمه جميل. طبعا زيت نظيف وزيت ريحته حلوه. بعد كده بسيحهم كده واحطهم على احط سمسم على الدقيق بالطريقه ديت، وابدا بقى ان انا من 5 دقايق ل10 دقايق افضل افلفل فيهم كده واشبعهم كلهم واغلفهم بالدقيق بالماده الدهنيه بتاعتنا. مركزين؟ قولوا مركزين، قولي انت بتابعيني منين. وشكرا للتعليقات الجميله اللي زي العسل، والناس اللي دخلت لي وقالت لي انت مش باينه ليه بقالك فتره. طبعا اغلبكم عارفيني شخصيا وعارفين الظروف اللي كانت عندي، فالحمد لله على كل شيء. زي ما انت شايفه معايا هنا كده، هنبدا بقى ان احنا نحط شويه ميه مكان الحليب او الرايب. بعد كده لمنين ما نحتاج ميه هنصب شويه بشويه. زي ما انت شايفه معايا كده، اهم حاجه الدقيق تكوني عارفه المعيار بتاعه. في دقيق بياخد ميه كتير او سوائل كتير او لبن كتير، وفي ما بياخدش الا قليل قوي. فطبعا الدقيق اللي معانا ده احنا في الصيف فبياخد ميه شويه صغير، يعني 2 كيلو ويمكن ازيد من 2 كيلو حاجه بسيطه. خد معايا الشوية اللي احنا شفناهم مع بعض دول. مش كل دي بياخد يا جماعة نفس السوائل ولا نفس الكمية. زي ما انت شايفة زي ما دقيق بيقبل. هنبدأ بقى ان احنا نعجن بالطريقة ديت ونزود نقطة مية بنقطة مية زي ما انت شايفة معايا هنا كده. وببدأ الم العجينة والتها كويس. بقى حط غيظك بقى في العجين. متضايقة من الحر، متضايقة من ولادك. انا عن نفسي يعني مش عايزه اقول لكم ان انا صوتت علشان ولادي يسمعوا كلامي. ربنا اللي يعلم الواحد زهق ساعتها ازاي، والنور طفى عليا. وبعد ما خلصت تصوير وانا بقطع وبشكل العجينه النور طفى بقى. وما اقولكيش بقى لما النور يطفي الدنيا بتدي نار. طب احنا كنا حوالي الساعه 2 الظهر والدنيا نار كده او 3. هنعجن بقى بالطريقه دي لحد ما تحسي كده ان العجينه بقت زي الملبنه في ايديك. شايفه بقى؟ بسم الله ما شاء الله. اديها بقى بالايدين الاتنين كده. لو حسيتي ان العجينه معاكي لين زياده عن اللزوم حطي لها شويه دقيق. بس هي ما شاء الله ما شاء الله حطيتلهاش دقيق ولا اي حاجه. اهم حاجه في الحر العجينه ما تغيبش معاك، خصوصا كمان اللي فيها خميره. انا قللت الخميره خالص، يعني لو في الشتاء كنت حطيت الكيس كله الخميره. عندي هنا مفرش، طبعا اول مره استعمله. مسحته ونضفته كويس. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اكور العجينة او اقرص العجينة عليها بالطريقة دي. وهنستعين بقى باللي انا صوتت منها اللي هي شوشو بنتي عشان تيجي تساعدني عشان اخلص من الحر اللي انا فيه ده. طبعا زي ما انت شايفه معايا الكور متساوية. وهنعمل تشكيلتين، تشكيلة بنتي طلبتها والتشكيلة التانية علشان الحاجة ديت مسافرة. وكل سنة وانتم طيبين بقى، الصيف وكده والمصايف والدنيا بقى. انتظروني بقى في فيديوهات حلوة ان شاء الله. انا بقى لي فترة غايبة عنكم، وان شاء الله الفيديوهات بعد كده هتنزل على طول. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وشكرا الناس بجد اللي سألت عليا، ربنا ما يحرمنيش منكم. حتى لو سألت عليا ما بينها وبين نفسها، حتى لو سألت عليا بالروحانية كده او بالتخاطر، فانا حاسة بيهم. وربنا يديم المعروف ما بيننا، اللهم امين.
زي ما انت شايفه معايا انا كورت نص العجينه والنص التاني لسه في البوله، هشدها لورا كده. ده على فكره سهل جدا ان انت انا كنت الاول على فكره نسيت اقول لكم ان الكبه دي انا فرمه فيها عجوه، كانت عجوه بلح وبعد كده نسلتها، ومكان السمنه انا ما رميتوش ولا غسلته. هقلب فيه العجوه بالطريقه ديت، وهحش كل اللي في الكبه. على فكره يا جماعه الكبه حلوه قوي 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 في الموضوع ده. انا كنت الاول اخدها بين حبه سوائل واسيحها على النار، بعد كده مرة تانية اجيب المفرمة بتاعت الطعمية دي اللي بتاعت زمان دي اللي لسه عندنا ان احنا بنعمل بها بسكوت. حطيت بقى شوية شوية سمسم عليها بالطريقة دي. وطبعا انا رخامتي نضيفه ومغسوله بالخل، وزي ما انتم عارفين والناس اللي دخلت مطبخي نضيف جدا الحمد لله. هبدا بقى ان انا ديت معصتهاش زيت من تحت. تمام. عايزه اوريكي الفرق. العجينه بتبقى فكه شويه في الصيف خلاف الشتاء خالص. ف طالما هي بدات تلزق معاكي فطبعا يعني لازم ندهن الرخامه نقطة زيت. هنبدأ بقى بنحطها بالطريقة دي نوع قراقيش او نوع قرص ينفع. حطيت نقطة زيت بالطريقة دي، بنتي طلبتها وقلت ماما انا عايزة اكل منها. طبعا العجينة دي مش ناعمة للدرجة قوي، احنا في حر يا جماعة. حاولي بالمقادير بالظبط اللي انا قلتها في اول الفيديو اعمليها، هتبقى خفيفة وجميلة. عايزة اقولك ان هي هشة وحلوة جدا جدا جدا، بجد بجد طعمها زي الفل. عندي قرص، عندي تشكيلة القرص بالطريقة ديت. هتعملي منها القرقوشة الطويلة وهتعملي منها ايوه شايفين بقى، ما خدتش وقت خالص في اللف بالطريقة دي. شايفين بنتي بقى بعد ما صوتت لها علشان تيجي تساعدني، فبدأت بقى ان هي تقول لي يا ماما انا خلصت. طب والله العظيم لولا هي انا ما كنت خلصت. شاركوا ولادكم في المطبخ يا جماعة بجد والله. العيال عايزين يقعدوا يا في التلفزيون يا يقفوا قبال المراية لو هما بنات، يا يلعبوا بابجي لو هما صبيان. بجد بجد شاركوا ولادكم في المطبخ، يعني حاجة. البت خلصت لي ما شاء الله اللهم بارك. الكمية ما خدناش فيها يعني ربع ساعة، مش هقولك 10 دقايق، لا ربع ساعة كنا احنا مخلصين كل الكمية دي بسرعة. عايزة اقولك ان ايدينا كانت سريعة برضو، برغم ان انا عاملة المونتاج سريع بس ايدينا كانت سريعة برضو الحمد لله. طبعا انت بتلفها كده بالطريقة دي، تخلص صاج صغير كده على قد اللي طلبته، وبتحطيها على نهاية العجينة لما بتلفيها. عايزة اقولك نوع القراقيش او القرص اللي انت بتعمليها اللي انا بعملها ديت، لما بتعمليها بعجينة ناعمة بتبقى زي العسل، وبيبان حلاوتها اكتر كمان. انما ديت عجينة مش ناعمة، مش زايدة فيها الدهون. طبعا علشان احنا في الصيف والحر وكده، فاحنا عايزين نبعد عن الدهون والسمنة والحاجات دي بحل قدر الامكان. فهي خفيفة على فكرة، لو عايزة تزودي زودي. صلى على الرسول. ودايما تقولي الورد بتاعك اللهم اني اسالك من فضلك وكرمك. مش عارفه الكحه اللي مسكان ديت هي دي ايه بالظبط. المهم دايما تقولي الورد بتاعك، واستغفري الله كتير جدا جدا على قد ما تقدري. استغفري الله. ودايما نذكر الله كتير ونصلي على الرسول كتير. اللهم إني أسألك من فضلك وكرمك فإنه لا يملكها إلا أنت. دايما تقولي الدعاء الجميل ده بجد والله يفرق معاكي في حاجات كتيرة جدا. مش عارفة الكحة يعني اعذروني يا جماعة بجد والله، أنا كل شوية بقطع المونتاج مش عارفة أتكلم في الوقت ده. المهم احنا هنعمل بقى طريقة العجينة بالطريقة ديت. وايه هنخلص كل الكمية وارجع لك على طول عشان ما اطولش عليكي. وهنعمل كمان القرص المدورة. طبعا كلنا طبعا في الصيف يا اما نروح نصيف يا اما نقعد كوبايه شاي الصبح كده او في نص الليل او بعد العشاء او كده. فانا حبيت اعمل لنفسي فزلوكه يعني، وحبيت ان انا اعمل العجوه على الرخام، فلقيتها هتلزق، فبنتي واقفه بتكور وانا باخد وراها اول باول.
هنخلصها بسرعة على فكرة، ده هي سهلة قوي على ايديكي كده بقى، والعجينة لينة يعني، لا هي لها طريقة قوي ولا هي جامدة قوي. وجنب بعض ورصي ما شاء الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك. بألف هنا وشفا لكل اللي أكل منها، وألف هنا وشفا للي هياكل منها بإذن الله. زي ما انت شايفة معايا هنا كده ما شاء الله. بتشرحها من فوق. انا كنت عاملة شوية فيهم عجوة وشوية العجوة ما كفتش، فعملناهم سادة عادي خالص. و بشرحها من فوق كده، بتبقى حلوة وجميلة وشكلها حلو زي اللي في الأفران بالظبط. شايفين بقى السرعة، ما خدناش 10 دقايق ربع ساعة بكتير، وكنا مخلصين في الحر اللي احنا فيه، ومسبتهاش تخمر. انا عملت ايه؟ انا بدأت التطيب من اول واحدة، وعلى ما خلصت تطيب من اول واحدة كانت اخر واحدة ارتفعت، وطبعا بسم الله ما شاء الله عملت لي كمية حلوة. 2 كيلو عملوا كمية محترمة وبنت ناس. شايفين ما شاء الله، بألف هنا وشفا بجد، حلوة جدا. وتعالي نشوف بعد ما طيبناها. ده زي ما قلت لك ان العجينة في النوع القرص ديت، في نوع القرقيش ده بيكون اللي هي سمنة زيادة قوي. عايزة اقول لك بقى ان السخنة مولعة، اقسم بالله انا سبتها مرتين 3 من كتر السخونية اللي فيها. شايفين حاطين صاجين على بعض، صاجين على بعض. ودي الاولانيه كانت الساده، وديت اللي هي بالعجوه. يعني اعملي الحاجه وما تكسليش. وانتوا قاعده على شط البحر ممكن تاكلي منها، الصبح تاكلي منها، بالليل في التسالي شاي، اي حاجه. لو عصير على فكره ممكن تاكليها جنب عصير برضو، بحبها موت فيها جنب عصير والله. مش عارفه، حتى لو عيش حاف بحبه جنب العصير، ما بحبش اشرب العصير لوحده كده. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم ويكون استفدتوا ولو حاجه بسيطه، وتشجعوا واعملوا الحاجه في البيت. اشوفكم في فيديو جديد، لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم.